ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدأ فيلمنا يلا بينا نصلي على النبي، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. وجايب لكم النهاردة فيلم حكاية، بس الأهم عندي تتابعوني للنهاية. وفيلمنا بيبدأ في بيت راو، وبيكون الكاهن موجود علشان ينكم شوية ويعرف كمان الخايب. والكاهن بيقول له البرك ده مش عادي، وهو بتاع مين البرك ده؟ وراو بيقول له ساعتها ده بتاع ابني. والكاهن بيقول له بيتك لغاية دلوقتي عامل زي الجنة، بس هيتحول لجحيم، وكل خطوة ابنك بيعملها هتكون زي النار. وبيظهر لينا هنا شاب ومعاه واحدة، وبيجري وراه مجموعة من العصابة، والشاب هنا والبنت بيختفوا ورا الدخان الأحمر. والكاهن بيقول للعصابة بلاش تعدوا الخط، واللي هيعدي هنا هيتفن مكانه. ولسه واحد هنا بيفكر ان هو يعدي الخط، فجأة بيلاقي واحد هنا طاير وكله دم، والعصابة كلها بتخاف. والكاهن بيقول لهم بيبان ان هو بريء، بس لما بيضرب بيموت على طول. ورجالة بابشي هنا بديكي، وبيقول لهم انتم واقفين ليه؟ الشاب هرب ومعاه اختنا. وده بيوقف فاسو وبيقول له لو عديت الخط ده هتموت، والكاهن هو اللي قال كده. وفاسو بيروح للكاهن وبيكتشف ان هو نصاب، وساعتها بيضربه. وفاسو بيسأله مين هو؟ وبيظهر لينا هنا فيكي ومعاه نيتو. ومن ربع ساعة هنا بيكون فيكي نازل من التاكسي، وبيقول للسواق هتصل بيك لما اجيب البنت وخليك جاهز على طول. وبيدخل فيكي هنا الفرح، وبيدخل العريس عند نيتو، لكن فيكي بيخلي نيتو ترش مخدر على العريس وبيغمى عليه. وفيكي ونيتو هنا بيهربوا، وبيشوفهم واحد من رجالة بابشي، وفيكي بيودي نيتو الأنانت صديقه هنا، وبيركبوا القطر وبيروحوا على حيطر أباه. وده بيكون بابشي وبيضرب رجالته، وبيقول لهم أنا متأكد إن في خاين ما بيننا ولازم أعرفه. وفاسو بيقول له الخاين هي أختك. وبابشي بيأمرهم إن هم يمسكوا أي شخص يعرف الشاب ده، ويلا اتحركوا من هنا. والاخبار بتتكلم على شاب خطف نيتو اخت بابشي. وراو هنا بيشوف الاخبار وبيقول لمراته باين كده في حد علم على بابشي وخطف اخته، وبتقول له احنا مالنا. واصحاب فيكي ساعتها بيجوا عنده وبيقولوا له ايه عرفت اللي حصل؟ وبيقول لهم ساعتها طبعا، وبيقولوا له ما هو ابنك هو اللي خطفها. وراو بيقف زي الصنم وبيغمى عليه، وبيقولوا له بابشي ورجالته بيدوروا على اهل الشاب ده، ولو شافوا دليل هنا هيقطعوا راسنا. وراو بيلم كل صور فيكي وبيولع فيها، وبيقول لهم ده مش ابني ولا عمري شفته ولا اعرفه، ويلا امشوا من هنا. وام فيكي ساعتها بتتصل بيه وبتحذره، وهو بيقول لها ما تخافيش انا هنا كام يوم ويلا سلام. وفيكي بيكون هنا مع مانا في المعبد، وبيشوف هنا ملاك بيرقص مع الاطفال، بس ما بيعرفش يشوفها علشان النور قطع. وبتمشي هنا وبتنور الشمعة، وبتبان لينا هنا شانتو وبيتنح قدامها، وبيشوفها هنا وهي ماشية، وبيتخيلها ساعتها وهي بترقص وبتغني معاه. وده بيكون ريتي، وبيشوف صورة شانتو وبيقول البنت جميلة قوي وخسارة في الموت. وبيقول لشانتو اقتلها بالراحة وعايز اشوف جثتها. وشنكار بياخد الصورة وبيمشي من قدامه. وبابشي هنا بيهزق في رجالته علشان مش عارفين يقبضوا على الشاب، وكمان ما سابش اي دليل عنه. وبيتكلم هنا مع براث وبيقول له انا كنت بحسب ان انت هتعرف تخلي بالك على اخت، وكنت هتعمل ايه لو اخدها منك. وبارث هنا بيفتكر لما كان مغمى عليه، وفيكي ساعتها اتصل بحد من التليفون بتاعه، وبابشي بيتصل بالرقم وبيكون ده سيبي سواق التاكسي. وبابشي بيتعصب عليه وهي فين اختي ووديتها فين؟ وسيبي هنا بيقول له معرفش اي حاجه انا كده حيطربات اوصلهم. وبابشي بيقول له هات ليا رقمه، وسيبي هنا بيدي ليه رقم على لوحه الاعلانات. ولما بيتصل بيه بيكون مغلق، وده الممثل بابو، وبيكون قاعد مع المخرج، والمخرج بيوصف ليه المشهد اللي هيمثله ان انت هربت مع اخت رئيس عصابه وهيتصل بيك ولازم وقتها تتعصب عليه وكمان تهزقه. وبابو هنا بيقول له هخليه مشهد حي، وبيبداوا التصوير. وبابو بياخد التليفون بتاعه وبيتصل بابشي بيه وبيقول له ازاي تخطف اختي؟ وبابو بيقول له مش اختك بس، ده انا ممكن اخطفك انت كمان. وبابشي بيقول له انت فين؟ وبابو ساعتها بيقول له على مكانه. وبابشي بيقول له انا جاي لك حالا. والمخرج بيقول له مشهد رائع. وبيروح بابشي ورجالته على مكان التصوير وبيسالوا عن بابو. وبابشي ساعتها بيروح عنده وبيقول له فين اختي؟ وبابو بيقول هو لسه متقمص الطور ولا ايه؟ لا انا بقى
هوريله التقمص اللي على حق. وبيقوم بابو هنا ويقول له انا خطفتها، وبابشي بيضربه كتير قوي بالاقلام، وبابو ساعتها بيتعصب وبيسق بابشي، وبابشي بيأمر رجالته يكسروه ويضربوه كمان. وبابو بيسأل المخرج مين ده، والمخرج بيقول له ده بابشي وزعيم عصابة كمان، وهو بيحسب ان انت خطفت اخته وعايز يقتلك. وبابو بيقول له لا، اروح ابوس رجله وافهمه كل حاجة. وبابو بيروح عند بابشي وبيقول له الحقيقة ان هو ممثل. وراما بيقول لبابشي سواق التاكسي ضحك علينا، وبابشي بيقول هو في حيطر اباد، ولو لقيته هعرف مكان الشاب فين. وبابو ساعتها بيعرض عليه المساعدة، يا عم تلقح بقى واقعد مكانك واسكت. وبابشي بيقول لهم خلاص هاتوه معانا. وبيروح فيكي هنا مع لاما الكلية، وبيكون في طالب بيجري ويقول للاما اخت ساتيا كيا، وفيكي بيسأل مين ساتيا ده، ولاما بيقول له زعيم المدينة وعنده اخت ديكتاتورة. وفيكي بيروح يشوفها وتطلع ساعتها شانتو، وساعتها لاما بيعرف ان دي الملاك اللي حبها في المعبد. ولاما بيقول له تبان جميلة بس شخصيتها عكس اللي انت شايفه، وقبل اي حاجة شوف سلوكها. وبتكون شانتو هنا زعيمة عصابة وبتضرب هنا في الاولاد، ولاما وفيكي ساعتها بينصدموا. وفيكي بيقول عجباني شخصيتها وانا مش فارق معايا حد نهائي، وده بيكون ساتيا وكان بيقتل واحد كده على السريع. وبابشي بيقول لراما لازم نلاقي سيبي واتصل بيه، وبابو بيقول خليني انا اللي اكلمه. وبابو بيتصل بسيبي وبيتكلم معاه بصوت بنت، بس على مين؟ سيبي هنا عرف على طول ان هو تبع بابشي، وبابشي بياخد التليفون وبيتعصب عليه وهعرف اجيبك واعرف شكلك كمان. وسيبي ساعتها بيبعت ليه صورته، وبابشي لما بيشوفها بيطلع اسد، والكل ساعتها بينخض. وبابشي هنا ومجموعته بيوقفوا تاكسي، وبيطلع وقتها سيبي وهو اللي بيكون معاهم لمدة 4 ايام. وسيبي وبابشي بيقولوا لبعض صوتك انا سمعته قبل كده. وفي اشارة المرور بيكون فيكي هنا بيظبط حاله، وشانتو بتكون كامبو هنا في العربية وبتفتح الازاز وبتحاول هنا تلاغي فيكي، بس هو مطنشها على الاخر وده بيعصبها قوي. وبتمشي وراه لغاية هنا، وبيقعد فيكي على حمام السباحة وهي بتحاول هنا ترد كرامتها وتغريه كمان بكمالها، بس هو ولا اكنها موجودة اصلا. وبتروح وراه وبتقول له انت عبيط ولا ايه؟ اي حد يتمنى بس اكلمه، انا اخت ساتيا. وهو بيقول لها انا المفتش شنقار وجاي مخصوص هنا علشان اقبض على اخوكي. وبيسيبها ساعتها وبيمشي. وتاني يوم بيجي فيكي هنا لابس لبس شرطي وبينقذ شاب هنا من ايد عصابة شانتو، وبيبدأ يهزقها هي وعصابتها وبيمشي. وتاني يوم شانتو بتقول لعمها ان المفتش شنقار بيذلني ولازم اقول لاخويا، وهو بيقول لها شنقار تابع لينا ولسه واخد مننا كمان رشوة وهخليه يجي لغاية عندك ويتأسف ليكي كمان. وده بيكون المفتش شنقار وبيروح عند شانتو، وساعتها هي بتنصدم وبتقول لمجموعتها بلاش هو يعرف ان احنا عرفنا الحقيقة ويجي فيكي هنا ليهم. وبسجائه بيعرف ان هم عرفوا، وشانتو ساعتها بتتعصب عليه، بس فيكي بياخدها لغاية هنا وبيضربها بالقلم ويقول لها كده سكتي. ووقتها ياخد هنا بعضه وبيمشي ويغني ويرقص كمان. وفي التاكسي هنا بابشي بيرن على سيبي، ووقتها سيبي بيقف علشان يرد، بس ساعتها بينزل من العربية. وساعتها هما الاتنين بيتعصبوا على بعض وبيقفلوا سكة في وش بعض. وبيرجع سيبي هنا وبيقول لهم في ايه، وراما بيقول له بندور على واحد بس مش عارفين شكل امه ايه. وبينصدم هنا سيبي، وعم شانتو بيروح لفيكي وبيقول له ازاي تضايق شانتو وروح اتأسف ليها. وعم شانتو هنا بيسق فيكي على العمود، وساعتها العمود بيتلوي وعم شانتو هنا بينخض، بس ادبا لعم شانتو بيروح فيكي هنا عند شانتو وبيقول لها بحبك. وساعتها بيمشي وعمها بيسألها تأسف ليكي وبتقول له ايوه خلاص. وبيروح فيكي عند شانتو وبيقول لها انا ممكن اخليكي تقعي في حبي بس اديني يوم واحد تكوني معايا فيه. وساعتها بتوافق. وتاني يوم بتقابله هنا في المعبد وبتخليه يشيلها كل سلالم المعبد، وهي وقتها بتحس بحاجة غريبة وبياخدها ويوصلها البيت وبيمشي هنا. ولما بتطلع بتبعت ليه هنا رسالة، وساعتها بيرجع وبيدخل اوضتها وبيحضنوا بعض وبيفضلوا يغنوا كمان ويرقصوا مع بعض. وبيروح سيبي هنا يتصل ببابشي وبيعرفوا مكانه، وبابشي بيقول له انا هنا، وسيبي بيقول له انا واقف عند التمثال. وساعتها بابشي هنا بيشوفه وبيفتكر كل التهزيق اللي خده منه، وسيبي هنا بيخاف ويقول له فين الشاب واعرف مكانه فين.
وسيبي بيقول له انا ما اعرفش ولا اي حاجه الا ابوه. وفيكي بياخد شانتو هنا عند الكافيه، وقتها بيجوا رجاله ريتي ولسه هيقتلوا شانتو. فيكي هنا بيروق عليهم وبيضربهم ضرب فاخر من الاخر، وبياخدها هنا وهم وراهم، وبيبدا الضرب فيهم واحد واحد وبيظبطهم على الاخر. وشنكار بيكون بيجري ورا شانتو، بس وقتها بيجي بابشي وبياخدها في حضنه، وبابشي هنا بيقتل شنكار. وفيكي ساعتها بينصدم لما بيعرف ان هو اخوها، وبابشي بيقول لها انت هتتجوزي براس علشان انفذ هنا وقتي معاه، وبيطلب من ساتيا ان هو يقتل اللي بتحبه شانتو. وهي ساعتها بتنصدم، وبابشي ساعتها بيخطف راو ومعاه سيبي، وبيفضل يضرب فيهم علشان يعرف مكان الشاب. ورام بيقول له هنتاخر على حفله الوزير، وبيروح بابشي وشانتو هنا عند الوزير، وكمان ريتي عدو بابشي. وبيجي هنا الحفله، وفيكي بيعرف بياخد شانتو من وسطهم وبيسالها مين اللي كانوا عايزين يقتلوك، وبتقول له دولت رجاله ريتي عدو اخويا. وبتعرفه ان ريتي واخته كم البيت، وريتي كان عايز يتجوز اخته لبابشي، بس بابشي ساعتها رفض علشان هو وعد ان هو هيفضل عازب لغايه ما يجوزنا. وساعتها اخت ريتي هنا انتحرت، ومن ساعتها ريتي هنا عايز ينتقم مننا وهو اللي ربانا. بس اختي الكبيره هربت من غير تفكير، وفيكي وقتها يعرفها بكل حاجه ويقول لها انا هصلح كل حاجه. وبيروح الكاهن عند بابشي وبيطلب منه تحديد ميعاد جواز شانتو، والكاهن بيقول له البيت هنا مشؤوم ولازم تغير العتبه واختار مكان كبير وحلو، وبعد كده هحدد ليك الميعاد. وبابشي بيطلب من راما يدور على المكان، وبالليل بنعرف ان الكاهن تبع فيكي ومظبطينها مع بعض. وبيروح بابشي وشانتو ورجالته عند بيت فيكي علشان فيه المواصفات اللي قالها الكاهن، وراما بيعرفه بفيكي وكمان هيقعد معانا في البيت. وبيدخلوا البيت، وفيكي بيقول ليها ادخلي برجلك اليمين في بيتك يا حبيبتي. وفيكي بيتكلم هنا مع ابوه وبيعرفه عن حبه هنا لشانتو، وساعتها ابوه بيشجعه ويقول له انا معاك في كل حاجه. وشانتو بتاخد فيكي هنا وتحضنه وتقول له مش فاهمه اي حاجه، وبيقول لها انا جبتكوا هنا علشان اقنع اخوك بحبنا. وبيغنوا ساعتها وبيرقصوا مع بعض. والكاهن بيروح عند بابشي وبيقول له حدد بقى الجواز بتاع شانتو على براس. والكاهن ساعتها بيقول له انت عايز تجوز القمر ده ليه؟ ده المفروض يكون الشخص ده. وبيشاور ساعتها على فيكي، وبابشي بيقول له حدد الميعاد، والكاهن بيعرفهم بالميعاد. وفيكي هنا بتبص لشانتو ويقول لها انا جنبك. وبيجي يوم الجواز، بس ساعتها نيتو هنا بتيجي وبتتأسف لبابشي، وهو بيضعف قدامها وبياخدها ساعتها في حضنه ويقول للكاهن الغي الحفله. وبتروح شانتو عند نيتو وبتعرف منها انها اتجوزت انانت، وكل ده خطه فيكي. وبتيجي ام فيكي ومعاها هنا انانت، وساعتها الكل بيعرف ان ده اخوك كبير. وامه ساعتها بتشوف نيتو وشانتو وبتهتم بيهم. وبابشي ساعتها بيعرف ان نيتو حامل، وبيقول لازم براس يعرف الموضوع ده، بس براس هنا بيدخل ومش بيكون موافق على الجوازه اصلا. وساعتها فيكي بيعرض على بابشي ان نيتو تتجوز انانت علشان ينقص الموقف قدام الناس. وبابشي ساعتها بيوافق والله مفيش اهبل منك. وبراس بيقول لبابشي انا مسافر، وبابشي بيقول له على فين؟ انت هتتجوز شانتو. والكل ساعتها بينصدم، وبتخرج شانتو هنا مع براس، وفيكي ساعتها بيهجم عليهم ورجاله ريتي هنا وفي الجراج. بيفضل فيكي هنا يضرب فيهم، وبيشوف فون براس وبيرد على التليفون، وبيلاقي ريتي هو اللي بيتكلم معاه، وبيعرف ان براس هو ابن ريتي. وبيروح فيكي هنا عند ريتي في البيت وبيعرفه ان هو عارف الحقيقه، وكمان بابشي، وهو دلوقتي كمان واخد براس علشان يقتله. وريتي بيقف هو ورجالته على الطريق، وبيوقف بابشي هنا ورجالته وبيقول له هات ابني. وبابشي بيقول له لو اعرف ان هو ابنك كنت قتلته من زمان. وقتها سيبي هنا بيطلع من هدومه وبيعرف الكل هنا الحقيقه، وكمان حقيقه فيكي. وفاسو بيخون بابشي وبيخطف شانتو هنا وبيسلمها لريتي وبيهربوا. وبيجي فيكي هنا في الطريق وبيضرب في رجاله ريتي وبيروق عليهم. وبيجي بابشي هنا وبيضرب في براس، وبيفضل فيكي هنا يروق على الكل وضرب فاخر من الاخر وبيخلص عليهم كلهم. وبابشي وريتي هنا بيفضلوا يضربوا في بعض، وفيكي بينقذ شانتو، وبابشي ساعتها بيوافق على حبهم، والكل ساعتها بيضحك. وبكده بيكون خلص فيلمنا، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه.